أيضا الحكومة المحلية بمحافظة صلاح الدين وضعت خطة عمل للمباشرة بعد تحرير مركز قضاء بيجي، يعني رفع العبوات الناسفة ومسك الأرض المحررة بالإضافة إلى إعادة العوائل النازحة. لتسليط الضوء أكثر عن هذه الخطة الميدانية سينضم معي محافظ صلاح الدين الدكتور رائد الجبوري لنعرف أكثر عن هذه يعني استعدادات الحكومة المحلية لما بعد عملية التحرير. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققت بفضل القطاعات العسكرية والتي يقودها اللواء الركن البطل جماعة عناد بمساندة الأبناء الحشد الشعبي وطيران الجيش، هذه الانتصارات التي تحققت انتصار تلو الانتصار. نحن كحكومة محلية يعني هناك خطة عمل طبقت على كل المناطق التي تحررت، تكريت ومن ثم بيجي والمناطق التي قبلها. هناك مقر مسيطر شكل بأمر ديواني وممثل من قبل كل الوزارات الخدمية وتشمل أيضا وزارة الدفاع والداخلية. هذا المقر هو مهمته هو حفظ الأمن وطريقة حفظ الأمن ومسك الأرض في هذه المناطق المحررة، بالإضافة إلى تكريس الجهد للوزارات الخدمية لتوفير المتطلبات الأساسية للحياة في المناطق مثل الكهرباء والماء والصحة والبلديات، بالإضافة إلى رفع الألغام من هذه المناطق وتطهيرها، ثم الدعوة إلى عودة الأهالي. مثل ما تعرفون يوم 15 إن شاء الله من هذا الشهر سوف تكون هناك دعوة لأهالي مدينة تكريت للعودة إلى دورهم، بالإضافة إلى أنه اليوم كان لدينا مؤتمر موسع لحل النزاعات العشائرية في منطقة يثرب وعزيز بلد. اليوم أمر دولة الرئيس الوزراء بتخصيص جسر عائم لمدينة تكريت يربط مدينة تكريت بمنطقة العلم. سيادة المحافظ، عن تحديدا عن قضاء بيجي، يعني ما بعد عمليات التحرير، خطتكم بعد تحرير قضاء بيجي، خطة الحكومة المحلية. نعم أكيد، هو المقر المسيطر سوف يعمل على بداية بالتعاون مع القطاعات العسكرية طريقة مسك الأرض ومن ثم رفع الألغام وتوفير الخدمات الأساسية، مثل ما أسلفت لحضرتك أنه الكهرباء والماء والخدمات الصحية والخدمات البلدية. طيب زينب، عمر، طبعا كانت قدمت يعني نعم قدمت لنا معلومات وافية. بالنهاية أشكر ضيوفك على هذا اللقاء وعلى هذه المعلومات. شكرا جزيلا لك عمر العزيز.